اكيد اللي فتح الفيديو ده عنده كرش ومحيره. تعالوا نشوف 5 نصايح ازاي نداري الكرش. ازيكم عاملين ايه؟ ويلكم باك تو ماي شانل. الناس اللي اول مره تشوفني، هاي انا اسراء بسيوني، بعمل فيديوهات عن الموضه وبرده حبه فيديوهات عن ازاي ان انتي تنقصي من وزنك وازاي تحافظي على جسمك. بس مهما كنتي بتحافظي على جسمك بتنقصي من وزنك، في مشكله كل الناس بتقابلها او معظم الناس اللي هي مش رياضيه زي حالاتي، كرش. الكرش اللي بيبان في اللبس وبيبان منظره مش حلو، ومن الحاجات المهمة جدا اللي بنحاول نقضيها وطول الوقت بنفكر ازاي نداري الكرش. ايه اللبس اللي نجيبه، ايه اللبس اللي ما نجيبهوش عشان نداريه. فانا النهاردة حبيت اوريكم 5 نصايح او 5 طرق او 5 حيل ازاي تداري بيها كرشك باللبس. بصوا، طبعا اول نصيحة خلينا واقعيين، تشدي بطنك، تشدي الكرش فهو هيتدارى وبتباني مشدودة اكتر، تفردي ظهرك. الموضوع ده اصلا غير ان هو بيداري كرشك، هو بيديكي كده اللي هو انت عندك ثقة بنفسك، انت بنت واثقة من نفسيها، بيحسن من طريقة المشي. فدي اول حاجة واكتر حاجة بتداري الكرش، واكتر حاجة هتخلي شكلك احلى وشكلك واثق من نفسك اكتر. نيجي للحيلة او الطريقة اللي بعد كده، هو ان انت تلبسي هاي ويستد everything. بنطلونات الجينز بتاعتك تكون هاي ويست، البنطلونات العادية هاي ويست، الجيبس بتاعتك تبقى هاي ويست. الموضوع ده بيدي وسطك حجم اصغر، بيخليكي شكلك كيرفي اكتر، بيداري الكرش. ان انتي لو لبستي لو ويست اولا هيضغط على المنطقة اللي تحت والكرش هيبوظ لفوق وهيبان. فاحنا عايزين ان احنا نداري الكرش، ان احنا نداري المنطقة دي ونخليها منظرها كيرفي اكتر. فان انتي لما تلبسي هاي ويست بتشدي منطقه الكرش، بتداريه، بيديكي منظر كيرفي، وكمان بيضغط على منطقه الوسط فبيرفع من وسطك، فبيدي منظر جمالي اكتر. ندخل على تالت حيله او تالت طريقه ان انتي تداري بيها كرشك، ان انتي تلبسي حاجات واسعه وطويله. الحاجه اللي انتي تجيبيها في اللبس لازم تبقى اتليست مغطيه منطقه الكرش، تنزل عن مستوى الكرش بتاعك، بحيث ان انتي ما تحدديش الكرش، انها تبقى واسعه كده مرحرحه، بحيث ان انتي اللي يشوفك من بعيد دي رفيعه، هي دي تخينه، هي دي عندها كرش، هي ما عندهاش كرش. الموضوع متداري، كله متداري تحت البلوزه اللي انتي لابساها. الموضوع ده بيفرق جامد جدا. ما تجيبيش حاجات مجسمه، ما تجيبيش حاجات قصيره، ان الموضوع ده هيبين الكرش اللي عندك. فحاجات واسعه مفضفضه كده شكلها حلو، هي دي برضو من الطرق اللي تداري بيها الكرش. في حاجه برضو بتفرق قوي، ان انتي تلبسي برا مظبوطه، برا ترفع صدرك، تخلي مستوى صدرك اكبر من مستوى بطنك. ان انتي لو ما لبستيش البرا صح، صدرك مع بطنك هيدي منظر مش لطيف، هيخلي النظر جاي على بطنك اكتر. فالبسي برا ترفع صدرك، تخلي مستوى صدرك اكبر من مستوى بطنك، اكبر من الكرش، فهتداري الكرش وهتخلي شكلك احلى بكتير. حاجه بسيطه، حاجه تقدري تستخدميها على كل اللبس، بتفرق جامد صدقيني. يعني البسي برا مظبوطه بتظبط صدرك، والبسي برا عاديه هتحسي فعلا بفرق شاسع في الشكل. اخر طريقه تداري بيها كرشك هي ان انتي تلبسي فيست فوق الحاجه. يعني انا مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، بس انا لابسه الفيست فوق ده. الفيست بيدي خداع نظر، مش بيخلي شكلك اللي هو باين قوي، بيداري الكلاكيع اللي من الجنب دي، بيداري الكرش، بيقسم المساحه من عند الكرش، بيدي خداع نظر، بيخلي الناس تبص على الفيست اكتر من التوب اللي انتي لابساه او اكتر من اللي تحتيه. طبعا ده مش فيست بس، يعني فيست، جاكيت، كارديجان، اي حاجه بتعملي بيها الليرنج تقسم بس تخدع او تدي قطعه للحته دي، ففعلا بتفرق قوي، بتداري الكرش، بتصغر الحجم بتاع المنطقه دي، وبتخلي الشكل احلى
بكتير، وكمان بتدي ستايل في اللبس حلو، فبتبقي ضربتي عصفورين بحجر، دريتي كرشك وعملتي ستايل للبسك حلو جدا. ولو في الشتاء دفيتي نفسك. يعني حاولوا ان انتوا تبقى في الشتاء جاكيتس وبلاطي، في الصيف تبقى فيست وكارديجانز خفيفه، فعلا بتفرق قوي الستايل كده. بس هي دي كانت النصايح وحاجات بسيطه زي ما انتوا شايفين، محبتش اطول عليك في الفيديو ده، ان النصايح صغيره كده تقدري بيها تداري كرشك. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم وافادكم. لو عجبكم الفيديو ده متنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو ده مع حد تحس ان الفيديو ده هيعجبه. شكرا لكم.